الفيديو ده للبنات بس، ازاي تعرفي اذا كان هو بيتسلى بيكي ولا بيحبك بجد. 3 حاجات. اول حاجة الاحتياج، ان هو يكون محتاج لك ومحتاج وجودك طول الوقت، بيحاول يثبت لك طول الوقت ان هو موجود جنبك، حتى لو عنده مشاغل كتيرة جدا هو بيطمنك ان هو لسه موجود. لكن لو بيتسلى بيكي هو مش هيكون عنده الاحتياج الكافي اللي يخليه قاعد طول الوقت منتظرك، وبيكتفي بس ان هو يرد عليكي من فترة للتانية وبيتحجج بأي ظروف. تاني حاجة وهي مراعاة المشاعر، لو بيحبك بجد هيراعي مشاعرك وكل شوية هيسألك انت زعلتي مني، طب انت في حاجة مضايقاكي، طب انا قصرت معاكي في حاجة. بيعرف كويس يحط نفسه مكانك تجاه اي موقف بيحصل ما بينكم انتوا الاتنين، فبالتالي بيحس ان هو لازم يتعاطف معاكي ولازم يديلك حقك وما يخليكيش زعلانة ويسيبك لدماغك. على عكس الشخص اللي بيتسلى بيكي، هو مش هيتعاطف معاكي، هو اصلا مش بيحبك للدرجة الكافية اللي تخليه يقعد كل شوية يقولك انت زعلانة مني ومتضايق. الاولاني بيعملها علشان ده شعور عنده، لكن التاني هو مجرد فكره، فبقى صعب جدا ان هو يقعد كل شويه يسالك يقول لك انت مالك. ده على العكس، ده ممكن في ناس سيئه هتقلب عليك الترابيزه، تيجي انت تغلطيهم عشان انت زعلانه منهم في حاجه، يروح قلب عليك الترابيزه ويقول لك لا ده انت اللي غلطانه، فشكرا مع السلامه. تالت حاجة وهي الغيرة، بس في نقطة صغيرة هنا، إن الشخص اللي بيتسلى برضه ممكن يتصنع الغيرة، وعلشان نفرق ما بين الاتنين، الغيرة الحقيقية والغيرة المصطنعة، حاجة واحدة بس، وهي ان الغيره النابعه عن حب حقيقي هتكون غيره منطقيه. يعني انا مش عايزك تخرجي المكان الفلاني، ليه؟ علشان في ناس وحشه مش عايزين يبصوا لي بطريقه وحشه. انا مش عايزك تلبسي اللبس الفلاني، ليه؟ علشان بيكون شكله ملفت وانا مش حابب تكوني بالشكل ده. على عكس الغيره المزيفه اللي هو انت مش عايزني اخرج، هو كده وخلاص، ما فيش تبرير منطقي، هو كده لمجرد ان انت تسمعي الكلام وخلاص. ده طبعا ما ينفعش. والسؤال هنا بقى، لو عرفت ان الشخص اللي قدامي بيتسلى بيا، ازاي اقدر اتصرف معاه؟ ده عنوان الفيديو اللي جاي. اتاكدوا انتم متابعيني على الانستجرام. انا بحبكم جدا.